شويه حاجات كنا بنشوفها في الافلام عن العلاج النفسي، ولكن هي مش صح تماما. معكم نهله، اخصائيه نفسيه. ان المعالج النفسي بقى هيسجل وراك بالفويس او هيسجل وراك كاميرا بدون ما ياخد منك اي اذن باي شكل من الاشكال وانت قاعد بتحكي كده جوه الجلسه. اولا فكره موضوع الكاميرا انها تكون موجوده جوه اوضه الجلسات ده ما ينفعش تماما. ثانيا لو فرضا ان المعالج النفسي ده هيسجل لك فويس مش كاميرا، لو هيسجل لك فويس فهو من المفترض ان هو ياخد منك موافقه كتابيه على الكلام ده، وانت لازم تكون كاتب ده ان انت موافق عليه ومقتنع فعلا بحاجه زي كده. ثالثا انا بقى بصراحه مش شايفاها ليها لازمه، يعني طالما اغلبيه العيانين ما بتوافقش على حاجه زي كده، وده يمكن ده ما بقاش بيحصل اصلا جوه العيادات ان الناس تسجل بالفويس جوه العياده النفسيه. احنا بس بنكتب وراكم اهم الحاجات اللي تفكرنا واحنا بنشتغل، وبنستاذنكم كمان انتم موافقين ان احنا نكتب وراكم الحاجات دي ولا لا. ولازم نوضح كويس قوي ليكم ان احنا يعني الحاجات دي محطوطه في فايلات وبسريه تامه، واحنا بنبقى عارفين عليها كويس ومحدش بيطلع عليها غيرنا. ولو هفترض ان في حد من المرضى رفض اصلا ان احنا نسجل، بنوضح لهم ان احنا بنسجل بس علامات مميزه تفكرنا عشان ما ننساش. حتى لو هم رافضين تماما احنا من المفترض ان احنا نحترم رغبتهم في كده. فالكلام اللي بيحصل شويه في المسلسلات والافلام، التسجيلات بقى هتتهرب والكلام ده ما بقاش بيحصل دلوقتي اصلا جوه العيادات.